السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي مع الدرس الرابع الوحدة الأولى، وهنتكلم عن جولة في محافظات مصر. طيب، أول حاجة لازم نعرفها إن البيئة بتأثر في كل محافظات مصر. يبقى إذن تؤثر البيئة على محافظات مصر، ولكل محافظة في مصر إيه بقى؟ قالك موقع مميز على خريطة الوطن. اتنين، قالك مساحة معينة. تلاتة، عدد من السكان. يبقى إذن كل محافظة من محافظات مصر ليها موقع مميز، ليها مساحة قالك معينة، ليها عدد معين من السكان. والخريطة دي بتوضح لنا محافظات مصر، وهناخد مثال محافظة دمياط أصغر محافظات مصر، الوادي الجديد أكبر محافظات مصر. طيب، محافظة الإسماعيلية يحدها من الشرق شمال سيناء، ومن الشمال بورسعيد، ومن الغرب الشرقية، ومن الجنوب قالك محافظة السويس. طب الوادي الجديد يحدها من الشمال محافظة قالك مطروح والجيزة والمني. طب من الشرق قالك أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وكمان محافظة أسوان. ولكن محافظة الوادي الجديد لأنها بتطل على الحدود مع دولة ليبيا من ناحية الغرب، ودولة السودان من الجنوب، تعرف باسم محافظات حدودية. طب هل الوادي الجديد بس؟ قالك لا، عندنا محافظة البحر الأحمر حدودية عشان بتقع على الحدود برضه مع السودان. عندنا كمان جنوب سيناء وشمال سيناء محافظات حدودية. مطروح محافظة حدودية لأنها بتطل من ناحية الغرب على دولة ليبيا. طيب، تعالوا هنا نختبر نفسنا. اختبر نفسك، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. محافظتي لها موقع مميز على خريطة الوطن، هنقول له صح. تتساوى المحافظات المصرية في مساحتها، الإجابة طبعا غلط. هنا بقى هنتكلم عن موقع محافظتي. قالك تقع كل محافظة في مكان محدد يميزها، يجاور كل محافظة محافظات أخرى من الشمال والجنوب والشرق والغرب. قد تكون هناك محافظة حدودية فيجاورها دولة أخرى أو مسطح ماء. طب يعني إيه محافظات حدودية؟ قالك المحافظات الحدودية هي المحافظة التي تقع على أطراف حدود مصر البرية أو البحرية، وتشترك في حدودها مع دول أخرى، أو تطل على أحد المسطحات المائية. يبقى إمتى تكون المحافظة حدودية؟ قالك لما تكون حدودها البرية أو البحرية تشترك مع دولة أخرى، أو تطل على مسطح ماء. طيب، هنا مدينا ملحوظة مهمة جدا. قالك الإسماعيلية محافظة غير حدودية. ليه؟ لأنها لا تشترك في الحدود مع أي دولة أخرى. بينما تعتبر محافظة الوادي الجديد محافظة حدودية. ليه؟ بما تفسر لأنها تشترك في الحدود مع دول أخرى. يبقى دلوقتي محافظة الإسماعيلية محافظة غير حدودية. ليه؟ لأنها لا تشترك في الحدود مع أي دولة. إنما الوادي الجديد محافظة حدودية لأنها تشترك في الحدود مع دولة أخرى. طب تعال نشوف مساحة وعدد سكان محافظتي. قالك تختلف المحافظات من حيث عدد السكان ومن حيث المساحة. يبقى إذن تختلف محافظات مصر من حيث عدد السكان ومن حيث المساحة. إزاي؟ قالك أهو مثال. هناك محافظات عدد سكانها كبير زي محافظة قالك القاهرة، وفي محافظات تانية عدد سكانها ماله قالك قليل زي محافظة جنوب سيناء. يبقى القاهرة عدد سكانها كتير، جنوب سيناء عدد سكانها قليل. عندنا محافظات كمان زي محافظة دمياط، احنا قلنا هي أصغر محافظات مصر مساحتها صغيرة. وعندنا كمان الوادي الجديد هي أكبر محافظات مصر عشان كده مساحتها كبيرة. هنا محافظة الوادي الجديد أكبر محافظات مصر، هنا محافظة دمياط أصغر محافظات مصر، هنا محافظة القاهرة وهي أكتر محافظات مصر سكانا،
وعندنا طبعا جنوب سيناء أقل محافظات مصر سكانا. طيب لازم هنا نلاحظ المعلومة المهمة دي. هنا بيقول إيه؟ قالك تعتبر محافظة القاهرة أكثر محافظات مصر سكانا، بينما محافظة جنوب سيناء هي الأقل سكانا، وتعتبر محافظة الوادي الجديد أكبر محافظات مصر مساحة، بينما محافظة دمياط هي الأصغر في المساحة. وهنا في قيمة لازم نتعلمها. قالك الحفاظ على الموارد الطبيعية بمحافظة مسؤولية جماعية، يعني مسؤولية الفرد ومسؤولية المجتمع والدولة. طيب هنا نختبر نفسنا. أكمل. يحد محافظة الإسماعيلية من الجنوب، هنقول له محافظة السويس. يمكن من خلال معرفة مساحة المحافظة وعدد سكانها حساب الكثافة السكانية. طب ما المقصود بالمحافظات الحدودية؟ هي محافظات تشترك في حدودها مع حدود دولة أخرى. طب هنا بقى هيعرفنا الكثافة السكانية. يعني إيه أصلا كثافة سكانية؟ قالك الكثافة السكانية هي متوسط عدد السكان الذين يعيشون في الكيلومتر المربع الواحد من المساحة. يعني عدد السكان مقسومة على، قالك، المساحة التي يعيش عليها السكان. يبقى إذن الكثافة السكانية عبارة عن عدد السكان مقسومة على المساحة التي يعيشون عليها. يبقى متوسط عدد السكان الذين يعيشون في الكيلومتر مربع. لاحظ أن يمكن حساب الكثافة السكانية للمحافظة من مساحة المحافظة وعدد سكان. يبقى احنا بنحسب الكثافة السكانية لما نعرف مساحة المحافظة ونعرف عدد سكان المحافظة. طيب تعالوا نشوف هنا. تعد مصر من الدول ايه؟ قالك التي يتباين فيها توزيع السكان. يعني ايه يتباين؟ يعني يختلف فيها عدد السكان. طب ايه الدليل؟ هنقول له ان في محافظات مزدحمة بالسكان، زي قالك محافظة الوادي والدلتا، زي قالك القاهرة، الجيزة، الشرقية. يبقى اذا محافظات الوادي والدلتا محافظات مزدحمة بالسكان. طب ليه؟ بما تفسر. هنقوله بسبب خصوبة الارض ووفرة المياه. في محافظات تانية ذات كثافة سكانية منخفضة جدا، زي قالك المحافظات الصحراوية الحدودية، ومنها قالك الوادي الجديد، جنوب سيناء، على الرغم من ان مساحتها كبيرة. يبقى بالرغم ان الوادي الجديد مساحتها كبيرة الا ان الكثافة السكانية فيها منخفضة. اما القاهرة والجيزة والشرقية قلنا مزدحمة بالسكان. طب نركز هنا في تأثير البيئة على أنشطة السكان بكل محافظة. قالك البيئة بتأثر على نشاط السكان في المحافظة إزاي؟ تؤثر البيئة بشكل كبير على نوعية الأنشطة التي يمارسها السكان. إيه الدليل على كده؟ قالك وقوع المحافظة على مسطح مائي بيترتب على ذلك إيه؟ قالك يؤدي إلى انتشار نشاط صيد الأسماك، زي طبعا محافظة الإسكندرية وبورسعيد. طيب لما تكون المحافظة ديت فيها تربة خصبة ومية عذبة، يؤدي ذلك إلى قالك انتشار النشاط الزراعي، زي محافظة المنوفية وقنا وكمان والغربية. يبقى إذا البيئة بتأثر بشكل كبير على نوع النشاط الذي يمارسه السكان. يبقى الأنشطة التي يمارسها السكان بتتأثر بالبيئة اللي هو عايش فيها. طب تعال نشوف هنا. قالك طيب انتشار المدن الكبرى بالمحافظة بيؤدي لإيه؟ قالك انتشار المهن الخدمية بشكل ملحوظ، زي محافظة القاهرة والجيزة. طب لما تكون المحافظة فيها آبار بترول مواد خام موجودة في المحافظة، قالك يؤدي إلى انتشار النشاط التعديني، زي محافظة البحر الأحمر. نركز كده يا جماعة ونشوف بقى. لو أماكن أثرية موجودة في المحافظة هيؤدي لإيه؟ قالك انتشار النشاط السياحي، زي طبعا محافظة الأقصر ومحافظة أسوان. كده البيئة فعلا بتأثر على النشاط السكاني. هنا في قيمة لازم نتعلمها، والقيمة ديت بتقول إن إحنا لازم نحترم المهن المختلفة. احترام المهن المختلفة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المواطن الصالح. طيب هنا نختبر نفسنا. اختبر نفسك. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. يوجد النشاط الزراعي في بعض المحافظات بسبب وجود الأماكن الأثرية. طبعا العبارة هنا هتبقى الإجابة غلط.
وجود آبار بترول ومواد خام يساعد على انتشار النشاط التعديني، هقول له صح. طب بما تفسر ازدحام القاهرة والجيزة والشرقية بالسكان؟ لأن تربتها خصبة ووفرة المياه العذبة. أهم المصطلحات الواردة في الدرس: عندنا المحافظات الحدودية، هي المحافظة التي تقع على أطراف حدود مصر البرية أو قالك البحرية، وتشترك في إيه بقى؟ قالك في حدودها مع دول أخرى أو تطل على أحد المسطحات المائية. الكثافة السكانية هي متوسط عدد السكان الذين يعيشون في الكيلو متر مربع الواحد من المساحة. وبكده احنا خلصنا الدرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.